الجولة التانية من كأس العالم للأندية بتبدأ ببدايات غريبة وبتخلص لغاية دلوقتي لغاية نهاية يوم الجمعة بنهايات أغرب. طبعا احنا اتكلمنا الأهلي خسر من بالميراس 2-0. نفاجأ ان بوتافوجو الفرقة اللي أول مرة نسمع عنها برضو في كأس العالم للأندية بتفوز على بطل أوروبا باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0. طيب ماشي، ادي ماتش كده وبطل اوروبا خسر. بطل اوروبا باريس سان جيرمان اللي لسه واخد بطل اوروبا يا دوب حوالي بتاع 3 اسابيع بالظبط. يعدي اليوم ويكمل اليوم ونبص نلاقي بالليل تشيلسي بطل اوروبا برضو بيلعب مع فلامينجو ويخسر 3-1. 3-1 يعني أندية جنوب أمريكا الجنوبية تفوقت على أندية أوروبا. ما احنا هنمشيها قارات بقى، مش هنمشيها كمان بلدان برازيل وأرجنتين والليلة دي كلها. طيب أندية أمريكا الجنوبية تفوقت على الأندية بتاعت أوروبا باريس سان جيرمان وتشيلسي. ويطلع واحد امبارح ما بيفهمش وكل علاقته بالبطولة دي إنه قاعد بيتفرج بس أو بيشجع الفرق اللي بتقابل الأهلي. يقول لك أصل الأهلي مستواه سيء والأهلي مش عارف إيه ومش عارف إيه. طب الأهلي مستواه سيء وباريس سان جيرمان مستواه سيء وتشيلسي مستواه سيء، هل ده تفوق في البطولة دي واضح لأندية أمريكا الجنوبية، ولا هي هتبقى الجولة التانية دي جولة المفاجآت؟ يعني برضو حتى ماتش فلامينجو وبنفيكا شوط أولاني 0-0 وماشي زي الفل، ولو ضربة جزاء جت في آخر الشوط. بنفيكا بيطلع فايز 1-0، العاصفة تخلي اللي جاية والأمطار توقف المباراة 3 ساعات. الماتش يخلص مع الماتش اللي بادئ الساعة 10 بتاع فلامينجو وب... وتشيلسي. فهل التفوق دوت ناتج على ان الانديه ديت كمان ما عندهاش لعيبه زي الاهلي بقى؟ ما الاهلي برضو نفس الموضوع، هنتكلم بقى على اللعبه كلها زي ما اتقال، الاهلي ومش الاهلي واللعيبه بتاعته مش اللعيبه بتاعته والكلام الغريب ده. طيب اهو تفوق باريس سان جيرمان بطل اوروبا لسه واخد البطوله بنقول من قيمه 3 اسابيع بالظبط، خسر وفاز الماتش الاولاني. لا جاله بقى مدرب جديد ولا جاله اي حاجه، نفس اللعيبه ونفس كل حاجه ونفس الليله بتاعته، مفيش حاجه اتغير. عكس ايه؟ عكس الاهلي. انا واحد من الناس مش مقتنع باللي بيحصل في الاهلي، يعني انا مش مقتنع، ولكن نتائج الجوله الثانيه دي مخليه في حاجه غريبه في البطوله. يعني لغايه دلوقتي برضو الجوله الثانيه لسه لغايه دلوقتي ما بيلعبش فيها غير مجموعتين بس، لسه بقى المجاميع ربنا يسهل ويستر، وفي ايه مقابلات جامده في الجوله الثانيه دي. ولكن اللي حصل مع الاهلي امبارح حصل مع تشيلسي وباريس سان جيرمان. الفرق الوحيد ان باريس كان غالب الماتش الاولاني وتشيلسي كان غالب الماتش الاولاني، يعني هي دي ده الفرق الوحيد. لكن ده اتغلب من بطل امريكا الجنوبيه وده اتغلب من بطل امريكا الجنوبيه وده اتغلب من بطل امريكا الجنوبيه. يبقى احنا نسكت ونتفرج ونشوف وبس. انا لما اكون اهلاوي بتكلم ده حقي وفرقتي وبدافع عنها، لكن واحد تاني كل علاقته بالبطوله زي ما قلت ان هو بيتفرج بس، ملوش انه ينتقد، ملوش انه ينتقد ولا يتكلم. يقول لك اصل فرقتي لو كانت موجوده كانت غلبت 6 و7. يا عم تنيل ب60 نيله، هو انت عارف اصلا تصعد البطوله؟ انت عارف اصلا تصعد البطوله وتقول البطوله فقدت جماهير زياده؟ جماهير زياده مين يا ابو جماهير؟ ده انت اتعرض عشان دول اتعرض عليها عشان تاخد نهائي الكاس اللي انت كنت بتلعب فيه واترفض عشان عارفين ان مفيش جماهير هتدخل. وانا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده. خلي عندك دم واسكت، اتفرج واسكت، تابع واسكت، ما تتكلمش. الناس اللي بتلعب في البطوله ديت ناس انت بعيد عنها بكتير، انت بعيد عنها بكتير خالص. فاتفرج واسكت وما تتكلمش، او ما تتفرجش وتريح نفسك عشان حتى دماغك ما تصدعش. تصبحوا على خير.